احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، نظمت جمعية متحف تراث الصحراء ندوة علمية تحت شعار التراث الثقافي الحسني رافد من روافد التنمية. نشطها مجموعة من الأساتذة الباحثين. ندوة سلطت الضوء على دور الثقافة في التنمية وأهميتها في صيانة الذاكرة الجماعية للمجتمعات. محمد لميل القارح وصالح الرقيبي. المتاحف بوصفها وعاء للموروث الثقافي للمجتمعات، إلى جانب أنها تصون الذاكرة الجمعية لهذه المجتمعات حفاظا على تقاليدها وخصوصياتها. تأتي هذه الندوة لتناقش أهمية التراث كميراث تشترك فيه مختلف الأجيال، بالإضافة إلى حضور التراث في التنمية المحلية كأحد روافدها الأساسية. 18 من ماي من كل سنة نحتفل به من أجل إشعاع هذه التظاهرات الثقافية اللي صراحة هذه المتاحف عاد تنظاثر اندثار كبير، وندوروا نلحقوا رسالة للعامة عن ثقافتنا وتراثنا، يلا نتمسكوا به ويلا نتبوا نظهروه. حضور التراث الثقافي الحساني في التنمية يتجلى في الاستثمارات اللي في مجال التراث عن طريق المتاحف، عن طريق الجمعيات الثقافية، عن طريق تسجيلات الموسيقى والتراث، عن طريق تسجيلات يعني إنتاج الأفلام، عن طريق طباعة الكتب المتعلقة بالتراث وما شابه ذلك. هذا كله يعني نماذج مختصرة لتجليات التراث في التنمية المحلية. الندوة شكلت فرصة لإطلاع الناشئة على موروثها الثقافي ودعوتهم للتمسك به وصيانته وتحصين وعيهم بموروثهم الثقافي في ظل عالم منفتح بفضل التكنولوجيا الحديثة.